إذا أيها الحضور الكريم، نكونوا الآن في المحطة الأولى ديال أننا غنديروا جمع عام استثنائي ديال المكتب ديال الهلال الأحمر، لأنه كما غادي نعاودوا شوية نمشوا شوية للوراء، أنه دار مكتب ديال الهلال الأحمر بشكل مكولس، واللي تأسفنا على أنه غادي نأكد عليها مزيان، وهو يعني يتم إخبارنا يعني حالا بأن السلطة المحلية تتمتنع عن الحضور يعني خلال السيد الباشا تيكون كودي بانه غادي يحضرش هذا الاجتماع، وهذا دليل قاطع على ان السيد الباشا يعني الكلام اللي كنا قلنا له بانه تزكي الفساد، فالسيد الباشا يزكي الفساد. اذا فتبين الان بانه ديك المره المكتب كان مكولس وكان غير شرعي، وكان يعني ما توفرش الشروط ادنى الشروط القانونيه انه باش يدار المكتب في غياب المنخرطين. وتم استفسار السلطات المحليه وقالوا ودي بانه احنا مع الشرعيه مع كذا والسيد الباشا قلنا له ودي بما انك انت عارف بان المكتب غير شرعي والمنخرطين ما حضرش، لماذا حضر السيد القائد السيد رضا؟ اذا تبين اليوم في غياب السلطات المحليه على ان فعلا السيد الباشا يعني تيزكي التنسيق ديال الاطار ديال وزاره الداخليه على راس المكتب لا شرعي ديال الهلال الاحمر، وتبين التواطؤ ديالو الجلي من خلال الغياب ديالو، لانه يعني يكون السيد الباشا هو الممثل يعني ديال العامل ديال صاحب الجلاله على اخره سيدي سليمان، تبينت النزاهه ديالو ومدى مصداقيته يعني والتعاون ديالو معنا كمجتمع مدني، كان يدير واحد الخطوه انه يجمع الطرفين ويحل هذا الاشكال. وبهذه المناسبه هذه باش ما تفوتنيش الله يخليكم الاخوان باسمكم جميع تنشكروا مولاي ادريس الكاتب الاقليمي ديال الهلال الاحمر الدكتور من سيدي سليمان، هي فعلا هذا اسبوع هو تيجري معنا على اساس انه دخل بواحد الخير كبير، على اعتبار انه ود العمل الجمعوي وتيتفهم هذا العمل هذا، حاول يخلق واحد الجسر ديال التواصل ما بيناتنا وما بين الطرف الاخر، لدرجه ان حتى البارح وحنا يعني بالنسبه للمنخرطين تنازلنا لاقصى ما يمكن اننا نتنازلوا عليه، وفي حين ان الطرف الاخر مازال تيدير المناورات. وخير دليل على ذلك احنا تنديروا الجمع العام ديالنا في الباهو ديال المقر ديال الهلال الاحمر، في الوقت اللي يعني تفاجئنا بان السيد الرئيس بين قوسين انه جا غلق المكتب ديال الهلال الاحمر اللي هو اللي كان خصنا نديروا فيه الجمع العام. اذا ما غاديش نرجعوا لهذه الحيثيات هذا، اذا ففي غياب في الظروف اللي قصاونا الاخوان ديال وحنا كمنخرطين اللي ازيد من 12 منخرط، احنا بناء على البند الرابع ديال القانون الداخلي تنديروا الجمع العام الاستثنائي ديالنا اللي تعطيه لنا القانون. اذا فبالتالي الجلسه ديالنا والجمع العام ديالنا هو جمع عام قانوني وجمع عام شرعي، ودائما تنزيد ناكد الحضور ديال الممثل ديال المكتب الهلال الاحمر السي عبد الرزاق، تنشكروا يعني على العناء اللي تكبد من مدينه سيدي سليمان الى مدينه سيدي يحيى، وهذا ما يضفي بالنسبه للشرعيه ديال هذا المكتب هذا. اذا باش ما غاديش نطولوا في الكلام وباش نخليو فرصه للسي عبد الرزاق باش يرجع لمدينه سيدي سليمان، غادي نفتحوا غير واحد نعطيو كلمه لبعض الاخوان اللي بغى يدخل، وغندوزو مباشره الهيكله ديال المكتب على اعتبار اننا منخرطين وشرعيين.